طبعا دول يعني في زمن نزول هاي الآية القرشيين قاموا يضحكون، قالوا يابا طلعت شغلتنا هينة. قالوا لهم شلون هينة؟ قال لهم محمد نازل عليه آية تقول النار عليه 19، بويا انت ابو سفيان وانت ابو جهل وانت ابو ما ادري منو وانت قصر نصرنا 25، احنا 25 هم 19، نقدر شنو نشتفهم ونطلع من النار. تصوروا القضية يعني والله قالوا النبي لا اقروا، خاف اسبابكم بعد انكت، والله اقروا التفاسير. شوف والله اقروا التفاسير، شوفوا الآية من نزلت شنو قالوا ذولا مشركو قريش. اقروا التفاسير، قالوا يابا طلعت النار سهله 19 واحد عليها، احنا اذا نجتمع نصير 30 يقدرون على 19 نشتفهم ونطلع. هيك كانوا يقولون. تصوروا يعني هو ما يدرون ملك على ريشه من جناحه قلب قريه كامله، قلبها بالبيها، قلبها بريشه من جناحه. هو يتصور يعني القضيه 19 مثلهم يتصور. هو ما يدري اسرافيل لما النبي عرج به الى السماء وكان وياه جبرائيل الامين المقرب من الله، جبرائيل كان ويا النبي، شاف إسرافيل نزل. الرواية تقول فلاذ جبرائيل برسول الله من إسرافيل. طبعا الروايات تقول إسرافيل كان من ينزل كل سماء بخطوة ينزلها، كل سماء بخطوة. من شاف جبرائيل لاذ برسول الله. النبي قال له ليش خفت جبرائيل؟ أنت الكبير. قال له يا رسول الله هذا إسرافيل، هذا لما نشوف هذا أقرب منا إلى الله، وهذا ما نزل إلى الأرض. إسرافيل نزل يوم ما نزل، إسرافيل ما نزل. فأنا من شفته نزل صورت هذا راح ينفخ بالشنو؟ بالصور، فتقوم القيامة لذت بك يا رسول الله. ذولا يصورون الملائكة يعني مثلهم موجودات مثلا ضعيفة، ما يدرون شنو الملائكة.